ازيكم؟ اعلنت سامسونج من كام يوم عن بعض الاجهزه بتاعتها الاي 54 والاي 34 والاي 24. واحد من افضل الاجهزه دي هو الاي 34، وهو تطوير او ابجريد لواحد من افضل الاجهزه في السوق الاي 33. برغم ان الموبايل ده موبايل ممتاز من ناحيه المواصفات، الا ان في بعض العيوب كده هنتكلم فيها بالتفصيل في الفيديو ده ان شاء الله. فما تنساش تنزل دلوقتي تعمل لايك، ومن غير بقى كلام كتير خلينا ندخل على طول في التفاصيل. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد. أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. مبدئيا التصميم اتغير تماما عن الاي 33 وفي سلسله الاي بشكل عام، مش الموبايل ده بس. كل الموبايلات دلوقتي واخده توجه الاس 23 بلس، نفس الشكل، نفس الحواف الدائريه، نفس سيت الكاميرات بالكاميرات اللي بارزه منها، مع بعض الاستثناءات طبعا. الظهر هنا بالكامل من البلاستيك مع فريم من البلاستيك. الموبايل بيجي بمعيار اي بي 67 لمقاومه المياه والاتربه بعمق 1 متر لحد 30 دقيقه. من ناحيه الواجهه الاماميه يا معلم، فانت عندك شاشه اموليد 6.6 انش فول اتش دي بلس بمعدل بيكسل بيرنج 390 بيكسل لكل انش، مع طبقه حمايه كورن جورولا جلاس الجيل الخامس. الشاشه هنا بتيجي بمعدل ريفريش ريت سريع 120 هرتز، مع استحواذ نسبيا معقول، مع الوتر دروب نوتش اللي فوق دي اللي عفى عليها الزمن خلاص، وما بقناش نشوفها الا في موبايلات سامسونج في فئه الاي، في الموبايلات اللي نوعا ما اقتصاديه شويه. ولكن التصميم بتاع الشاشه ده غير مقبول تماما في الفئه السعريه دي. من ناحيه الاداء فانت عندك هنا 6 او 8 جيجا بايت رام، نوع رام هنا ال بي دي دي ار 5 مع 128 او 256 جيجا ذاكره تخزين داخليه، ونوع الذاكره هنا يو اف اس 3.1. الموبايل بيدعم تركيب كارت ذاكره خارجي، ولكن هتستغنى عن واحده من الشرايح بتوعك، يعني لو حبيت تستخدم كارت ذاكره خارجي هتستخدمه مكان واحده من الشرايح. عندك هنا اندرويد 13 مع الوان يو اي 4.1 مع الميديا تك دايمنستي 1080. المعالج ده 6 نانو، ولو حاولنا نقارن المعالج ده مع المعالج الجيل اللي فات الاي 33 واللي كان هو الاكزينوس 1280، فالدايمنستي 1080 بيتفوق عليه من ناحيه الاداء، من ناحيه المالتي تاسكينج، ولكن الاكزينوس بيوفر اكتر في عمر البطاريه. ولكن من ناحيه الاداء الدايمنستي بيتفوق من ناحيه البنش مارك، وبيتفوق كمان من ناحيه العتاد الداخلي. يعني الدايمنستي هنا بيجي بنوع رام ال بي دي دي ار 5، في حين ان الاكزينوس بيجي بنوع رام ال بي دي دي ار 4 اكس بس. من ناحيه ذاكره التخزين الداخليه فالدايمنستي بيجي بنوع ذاكره يو اف اس 3.1 او بيدعمها يعني، ولكن الاكزينوس بيدعم بس يو اف اس 2.2. انت هنا بتتكلم عن اداء متوسط في الالعاب التقيله، بتلعب تقريبا على 50 فريم من غير اي لاج او تقطيع، وبتاخد اداء ممتاز وستابيليتي ما فيهوش اي لاج. من ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل ب اف 2.8 بتدعم الاو اي اس، مع 8 ميجا بكسل كاميرا الترا وايد ب اف 2.2 ب 123 درجه، مع كاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل مع تصوير فيديو 4K لحد 30 فريم، مع كاميرا اماميه 13 ميجا بكسل ب اف 2.2 بتصور 4K على 30 فريم. وعلى حسب كلام سامسونج ان الجهاز ده بيدعم ادوات تحرير محسنه بتسمح لك انك تشيل اي ظلال او انعكاسات انت مش حابب انك تشوفها في الصوره بتاعتك بعد ما تصورها طبعا، وده هيساعدك طبعا انك تعمل تحرير بسيط وسهل للصور بعد ما تصورها. سامسونج كمان بتقول ان في ميزه الفويس فوكس، ودي اللي بتسمح للموبايل انه يلتقط الاصوات المحيطه اثناء المكالمات ويعزلها عن الخلفيه ويديك صوت نقي، وده عشان يديك تجربه صوتيه افضل نوعا ما. الموبايل بيجي مع سماعات ستيريو، ما بيجيش مع منفذ 3.5 مللي. الموبايل بيجي مع واي فاي من الجيل السادس مع بلوتوث 5.3، بيدعم الان اف سي، بيجي مع بصمه مدمجه تحت الشاشه، واداء البصمه سريع نسبيا، مع بطاريه 5000 ملي امبير وشاحن 25 واط. طبعا شاحن 25 واط مش افضل حاجه موجوده دلوقتي، المفروض الشاحن يكون اقل شيء 33 واط، ولكن بمعيار سامسونج والناس اللي بيحبوها اكيد فده شيء كافي جدا، ولكن انا من وجهه نظري غير كافيه تماما الصراحه. ولكن من ناحيه البطاريه فالبطاريه ممتازه، البطاريه هنا 5000 ملي امبير. سعر الموبايل ده النسخه 6 128 300 يورو او 318 دولار، وده اللي يعادل حوالي 9930 جنيه مصري. طبعا ده خارج السوق المصري، الموبايل لسه ما طرحش في مصر اصلا، واكيد لما ينزل مصر سعره هيكون اغلى من كده بشويه حلوين. اكيد سعر الموبايل ده هيعدي ال 12000 جنيه عادي جدا، وده بسبب القيمه المضافه والضرايب اللي بتفرض على الموبايلات والاجهزه الالكترونيه. ولكن بغض النظر عن الضرايب والحاجات دي كلها فهو بمعيار الدولار كمان سعره مبالغ فيه شويه. الموبايل ممتاز رغم انه ما بيقدمش بعض الطفرات والمميزات القويه عن الجيل اللي فات الا من ناحيه الاداء، ولكن في المقابل المعالج اللي بيديك اداء قوي بيستنزف البطاريه بشكل كبير عن الجيل اللي فات طبعا. فبرغم الموبايل باداء الممتاز والقوي وان ده هيخليه واحد من افضل الاجهزه في الفئه المتوسطه، الا ان سعره مبالغ فيه حبتين. ما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس، وايه رايكم في الموبايل ده وفي التسعير بتاعه، وتتوقع لو نزل الموبايل ده مصر سعره هيكون قد ايه بالظبط. بس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.